السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جاي لكم فيديو جديد. قبل ما ابدا الفيديو كده عايزه الكل يدخل على الفيديو يحط لنا لايك حالا، واشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا الجرس كده عشان يوصلكم كل جديد. النهارده اول مره اعمل لكم روتين في اوضه يومنا بعد ما غيرناها كده وجددناها. دي اوضه يومنا كده بعد ما جددناها، هوريها لكم كده. ده السرير الجديد بتاعها، وعملت لها دولاب كمان، وخليت السراحه بتاعتها لو انتهى نفس اللون. يعني ده السرير اهو، عملته كده بادراج من تحت، وعملت الدولاب كده اهو. بصوا عملته كده بنظام رفين كده وعلقات كده، عشان احط لها مثلا هنا هدوم الشتا كده، ودرج تحت كده برضو لو اي حاجه تحطها فيه، شرابات، اي حاجه هي حاجاتها يعني الخاصه بيها اهو. والناحيه التانية عملتها كده بنظام الدريسنج. بصوا كده هتشوفوه دلوقتي اهو. حاولت اخليه بسيط خالص، يعني مبقاش فيه شغل جامد عشان يبقى سهل في التنظيف وكده، وحاجه عمليه ما تبقاش يعني. بصوا كده نظام الدريسنج اهو، وبرده هنا في علقات اهو زي ما انتم شايفين، وبرده درج من تحت كده زي ما انتم شايفين كده اهو. وهنا عمل لي في السرير كده ادراج كده من تحت كده، عشان لو عايز بقى احط لهم اي حاجه تبقى سهله ان انت تاخديها. ودي السراحه القديمه انا اديتها نفس اللون كده عشان تبقى ماشيه معاهم. فكان الراجل ركب لي الحاجه بقى، وكنت مكومه المراتب دي والحاجات دي على جنب. بعد ما ركب بقى قلت بقى يعني احطهم كده في البلكونه يتهووا، وابدا بقى اروق الاوضه كده واظبطها وافرش لها بقى السرير، وكمان ارتب لها الدولاب. اول حاجه كده نضفت الاوضه، كنستها كويس، ورحت جايه مسيقاها كده هي والبلكونه كويس جدا. سيقتها كده تمام. وبعد ما سيقتها كده بقى هبدا ايه احط الخشب واحط المراتب. بس سبت المرتبه كده شويه في الهواء ساعتين كده في الهواء، ورحت طبخت، وبعد كده جيت دخلتها. هبدا كده ادخلها اهو، عشان ارصلها الدولاب كمان، يبقى اي حاجتها في دولابها كده، وتبقى اوضتها خاصه بيها بحاجتها. المشكله عندي بقى ان المراتب لما كومتها لما كنت بوضب الشقه وكده شربت ميه، فيعتبر قطن باظ كده من الميه. فان شاء الله ربنا يكرم كده، يا اما نجدتها يا اما جبت لها مراتب من الجديده. لان الصراحه يعني هو عاملها لها، يعني يعتبر المرتبه دي صغيره عليها، نظام السرير ده صغير عليه المرتبه دي. وبصوا المرتبه عامله ازاي اهو زي ما انتم شايفين كده. فان شاء الله ربنا يكرم كده وايه، وهنعملها بس يعني من الظروف تتحسن شويه. احنا كل شويه بنمر بغلا، فربنا يا رب يرحمنا برحمته الواسعه، ويفكها علينا وعلى المسلمين جميعا يا رب. اهو هبدا بقى هي يومنا كده تفرش السرير، وانا ابدا اطبق لها الدولاب كده، واحط لها هدومها فيه كده زي ما انتم شايفين اهو. هي هنا بتحاول تسوي المرتبه، عشان كان فيها زي كركيه كده بقى من ايه القطن مش متظبط يعني، عايز تتظبط ماشي زي ما انتم شايفين كده اهو. انا بقى بجيب المفارش كده اللي هفرشها في الدولاب. الصراحه روحت اشتري المفارش اللي هي البلاستيك دي، لقيتها اللفه بقت عامله 500 جنيه. فطبعا قلت دي بقت غاليه خالص، بقت اوفر. قلت لا المفارش دي كويسه وحلوه، هفرشها فيها بقى. الواحد بقى لازم يوفر. ودي الملايه كنت عاملاها معاكم، كنت مفصلاها. عامله لكم الفيديو لو حابين تشوفوه. بطريقه سهله جدا، لو حابه تفصلي الملايه في البيت وتوفري شويه على نفسك، مش صعبه خالص، لان طريقتها منزلاها هنا عندكم على اليوتيوب اهو. يمنى هنا روقت بقى. بصي يحيى هيستخبى في الدولاب وانا مش شايفاه. انا كنت هنا رحت اجيب هدومها، كنت مطلعها بره عشان الراجل كان بيركب بقى الدولاب والسرير وكده. فروحت اجيب الهدوم، وهي قلت لها بقى افرشي انتي السرير. عملنا ايه، عملت كده المفرش اهي، قصيتها كده مناسبه كده على الدولاب زي ما انتم شايفين كده. وهبدا بقى ارصلها الهدوم كده اهو. بصوا كانت في اكياس كده، بدات بقى اطبقها لها كده واظبطها لها، وعلق لها اللي عايز يتعلق، لحد ما ايه يعني ايه نظبط ما كانش عندي شماعات كتيره الصراحه. فعملت لها بقى اللي قدرت عليه، وطبقت لها كده، ودخلت بقى الفرشه. كنا خلاص بقى داخل علينا المغرب كده، كنت خلاص بقى طبقت وخلصت. وعملت لها رصيت لها كمان الكتب، حطيت لها هنا الطوق كده والاكسسوارات بتاعتها هنا. والدرج التاني هنا عملت لها هنا زي الشرابات والطاقيات وكده. وهنا حطيت لها الحاجات بتاعتها بتاعت المذاكره والمدرسه. وجيت هنا بقى في الدولاب هنا عملت هنا الصيفي، وهنا كده الحاجات اللي بتتعلق اهي. وعملت في الناحية التانية بقى هنا الشتوي اهو، في الدريسنج ده الشتوي اهو. وعملت لها برضو كان في رف بقى، كنت محتاجة شماعات كمان تانية بقى الحاجات تانية، بس لسه قلت بقى هظبطها واحطها. وهنا طبقت لها كده، وهنا عملت لها ده هنا كده للشرابات وكده اهو، والحاجات الداخلية وكده.
وقلت بقى اكمل بقى تظبيطه اهو، انا بوريكم اهو. وكان الرف ده فوق، كنت بقى لسه هجيب الملايات قلت بقى هجيبها من دولابي بحيث ان كل واحد يبقى اوضته فيها حاجته. وكده كنت خلصت الاوضه. ده شكلها النهائي اهو. وفرشت لها السجاده دي، هي كبيره شويه بس يعني مش مشكله. وهنا ده كان بقى اوريكم الدرج اهو، بصوا هو الدرج حلو كبير. حطيت لهم بقى هنا فيه الالعاب كده بحيث ان انا ما ركنش حاجه تحت السرير وتبقى سهل كده اهي. ابحثي عنها كده اهو، بصوا بحيث ان هم لو عايزين يلعبوا بيها. الدرجه التانية بصراحه ما حطيتش فيها حاجه، سبتها فاضيه كده بحيث ان هم لو عايزين يحطوا فيها حاجه يحطوا فيها حاجه. حلوه قوي الفكره دي، لو انت مش محتاجه ان انت تعملي تحت السرير يعني سرير تاني. حلوه قوي ان انت تعمليه دراج كده، تبقى سهل الفتح وسهل تطلعي الحاجه اللي فيها. ممكن كمان تحطي فيها هدوم لو عايزه تشيلي فيها حاجه مثلا صيفي وشتوي. لو عايزه تعملي اي حاجه حلوه الفكره دي، عجبتني. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب ودعمونا عشان يوصلكم كل جديد. واقول لكم مع